هنصلي ونطلب الرب. خلينا نغمض عينينا ونصلي ورب يبعت نفوس متأخرة في ملء البركة، لأن لينا إله حي موجود. عايزين ناخد فرصة قدام الرب نصلي رب يبعت شعبه في ملء البركة، ونتعزى جميعا بالإيمان المشترك، لأن إلهنا هو إله التعزية في اسم الرب يسوع. في سلطان دم المسيح. احنا لينا إله موجود، لينا إله يقدر يقول للشيء كن فيكون، متحكم في كل زمام أمور الحياة. مفيش مرة بتمشي في الطريق وتشعر انك لوحدك، حتى لو تهيأ ليك انك لوحدك وابليس قدر يصور لك ده، لكن معاك اله رفيق الغربة، رفيق الدرب، بيتحرك. يا رب ادينا لمسات إلهية بالروح القدس. أرجوك غمض عينك وصلي لإلهك. قول له كلمني، باركني، عزيني، خليني أكون في دائرة مشيئتك كل الأيام، ارفعني على الأزرع الأبدية. هللويا. خلينا نرنم مع بعض في روح الصلاة قبل ما نبدأ اجتماعنا في التسبيح. يلا بينا نعظم يسوع وانت مغمض عينك وبتصلي. يلا بينا نشكر الرب لأنه إله طيب وقدر إنه هيمتعنا بباقي الوقت في أمر رائع. أمين. تعالوا بينا نحيي قناة السامري الصالح، الأخ مدحت نجيب، بنحييه الأخ مدحت نجيب، والأخ الراهب. قد ايه تعبوا في الطريق وجم وكلفوا نفسهم، ورغم ان ابليس حاربنا في دايرة النور، لكن هنقضي باقي الوقت في مجد غير عادي ونكمل. مين يقول امين؟ امين. ومش هطول في الكلمة، وهدي فرصة بعد كده للمرنمين يترنموا ترانيم فردية، لكن خلونا على قد ما نقدر نسمع كلمة الرب. بتكلم عن النمو والسمو والعلو وحياة الانتصار. ومن شوية قلت هذه العبارة انه الله عاوز المؤمنين يكونوا في دائرة النمو والسمو. وحسب المزمور الأول اتكلمنا على شوية دوائر موجودة، قلنا دايرة اسمها دايرة الأشرار، ودايرة الخطاة، ومجلس المستهزئين. الثلاث دوائر دول لازم المؤمن يكون بيحاول يبعد عنهم ويبعد عن الدايرة دي خالص. قولوا أمين في اسم الرب يسوع. اتكلم عن شيء كمان، انه انا لازم ادرس كلمة الله، لازم اقعد مع كلمة الله، لازم يكون لي شركة وعلاقة مع الرب. وفي ناموس الرب ايه؟ مسرته. وفي ناموسه يعمل ايه؟ يلهج نهارا وليلا. يحصل بقى فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري الماء. يعني المؤمن ده بيقعد في دايرة حلوة قوي، بيبقى في شركة روحية جميلة جدا. الشيء الثاني هي دايرة الصلاة. يعني ايه دايرة الصلاة؟ يعني وانا عايش في علاقتي مع ربنا علشان انمو وارتفع، لازم انا ليا علاقة مع الكتاب المقدس، ده رقم واحد. رقم اتنين ليا حياة الشركة والصلاة، ليا حياة الشركة والصلاة. انا بقعد مع ربنا بصلي، انا بقعد مع ربنا بتكلم، انا بقعد مع ربنا بيبقى في حديث بيني وبينه. عارف بيقول الكتاب كده في متى 6:6: وأما أنت فمتى صليت
اللي حافظ يقول معايا: فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي يرى في الخفاء. قولوا معايا: أبوك الذي يرى في الخفاء يعمل إيه؟ يجازيك علانية. اسمعوني يا أحباء، أمور الزمنيات والأمور بتاعة العالم فانية ملهاش أي قيمة، والمؤمن أو الإنسان اللي بيضيع وقته فيها بيخسر، وده اللي شفناه في عزة أمس أيضا، بيخسر حاجات كتيرة جدا في الأبدية. علشان كده اوعى تكون بتهتم بالأمور الزمنية والأمور اللي موجودة في المجتمع. أنا عايزك النهاردة تقول له: ساعدني أنفتح على كلمتك، قولوا أمين، وساعدنا أيضا يبقى ليا ركب ساجدة. أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. عشان كده مهم جدا يبقى الدايرة الأولى هي دايرة، قلنا دايرة كلمة الله، أعمل معاها عمق وشركة. الدايرة الثانية هي دايرة الصلاة. والدايرة الثالثة هي دايرة الخدمة. لما مؤمن يبقى عايش بلا خدمة، جاي من بيتك أو من شغلك على بيتك، طب من بيتك على الاجتماع، حضرت الاجتماع، خدت بعضك وروحت، الحمد لله، أنا كده في دايرة جميلة جدا رائعة جدا، اتباركت، اتعزيت، بقيت في مستوى روحي رائع، أنا فرحان بالرب، أمين. بس أدخل دايرة الخدمة ألاقي نفسي حاجة من الاتنين: لا إما الدنيا بتتعك معايا، لا إما أنا بتحارب، لا إما الدنيا أروح راجع لورا ما أخدمش. ده بيقول لك لا. اعرف حاجة مهمة جدا، يقول في متى 25:31 العبارة دي: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده فيميز بعضهم من بعض. هيعمل ايه؟ قال كده: كما يميز الراعي الخراف عن الجداء. الخراف عن اليمين والجداء عن ايه يا اخواتي اخوة؟ عن اليسار. اللي بتعمله ده يقول اصل انا الله في علاقته معانا بيميز بين المؤمن الفعلي الخادم الفعلي العامل في كرم الله ما بين الإنسان العادي. عشان كده بيقول هذه الكلمات، هقولها لك تاني: فحينئذ يجلس على كرسي مجده يميز بعضهم من بعض، ثم يقول الملك للذين عن اليمين، يقول لهم كده: تعالوا يا مباركي أبي، اعملوا ايه؟ رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. طب عملوا ايه الناس دي؟ هو بيتكلم عن مؤمنين امنوا بالمسيح بس؟ لا، تعالى في عدد 35 يقول: لاني جعت. اللي شايف الايه لو موجوده قدامكم: لاني جعت، ايه اللي حصل؟ فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، كمل معايا: عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. كمل كده: فيجيب الأبرار حينئذ قائلين: عملنا إمتى الكلام ده؟ شفناك إمتى كده؟ هات العدد اللي بعديه: متى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك؟ متى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إلى؟ إيه اللي عملناه ده؟ يقول لهم هذه العبارة: أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبيه فعلتم. يا مؤمنين افهموا، العلاقة مع ربنا مش اجتماعات وبس. العلاقة مع ربنا مش مجرد قراية كتاب وصلاة وركب سجدة بس. ده جميل وده مهم، لأنك لو خدمت من غير كتابك هتخدم اجتماعيات، ولو خدمت من غير ما تصلي انت مش هيبقى عندك المسحة. لكن الله عاوز مؤمن بيقرأ كتابه، قول أمين، بيدرس كلمة ربنا، مؤمن بيحضر اجتماعات، غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عادة، ده مهم. مؤمن بيصلي، ده بيلي ركب سجدة، ده مهم. قال لك كمان مؤمن بيعمل ايه؟ بيخدم. مؤمن بيخدم. فما كنتش بتدخل دايرة الخدمة والعمل الإلهي
في الحاجات دي حاجات بسيطة قوي. بيقول لهم هذه الكلمات: لما كنت جعان أكلتوني. يعني لو قدمت طبق كده لواحد غلبان، لعمل الرب في خدمته، لأي شكل، أي نوع من أنواع الخدمة اللي بيسموها خدمة إيه؟ الموائد. بتقدم خدمة. تخيل معايا لو أنت مثلا ثقلت نفسك كده في اجتماعات من الاجتماعات بتاعتنا ده، قلت أجيب كيس ملبس ب 10 جنيه ولا 20 جنيه، أي حاجة زي ما يطلع ثمنه اليومين دول، ها؟ وكل واحد خارج من الاجتماع اديله إيه؟ ملبسة. واللي عنده السكر يديها لابنه، ما فيش مشكله، ما يلاش يمصها وياكلها هو. ها انتوا معايا؟ انت بتقدم ايه؟ قول معايا: تشجيع، بتفرح الناس. لقيت واحد غلبان بتديله، لقيت اجتماع محتاج، انت في دائره العمل، انت في دائره الخدمه. فبيقول لهم كده: في خراف بتشتغل، في مؤمنين بيقعدوا معايا، في مؤمنين ليهم شركه وعلاقه معايا. مين يقول امين؟ حاجه كمان عشان تبقى في السمو والعلو والارتفاع، ده اللي انا بتكلم فيه النهارده. قولوا معايا: سمو وعلو وارتفاع. فلازم تكون محترم وذوق كده. قولوا امين النهارده. ذوقا صالحا يا رب ايه؟ علمني. يعني المؤمن بيكون ذوق. انتوا معايا ولا انا بتكلم مع نفسي؟ المؤمن بيكون ايه؟ جنتل كده، محترم، بامانه. لكن يبقى واخد في وشه وماشي، يعني مش لا همه اخ ولا قسيس ولا شيخ ولا مطران، ولا مش همه حاجه، واخد في سكته وماشي. انا بقول لك لا، اقف تريس. الله بيقول لك النهارده: خليك المؤمن الحكيم، الانسان اللي بتقعد قدام الرب، الانسان اللي النعمه باينه على ايه؟ على وجهك وعلى كلامك وعلى اسلوبك. عشان كده انا قلت لك كلمات 4. قولوا معايا: كتابك، حياة الصلاة، حياة ايه؟ الخدمة. هاجي الحتة صعبة شوية: حياة التسامح. حياة ايه؟ ودي بتوجع ناس كتيرة قوي. بجد. السؤال: مين مش مجروح من الناس؟ اللي مش مجروح من الناس يرفع ايده. بأمانة بتحدى حد يقف يقول لي او يرفع ايده كده يقول لي انا مش مجروح من حد. كده ده معناه الكل ايه؟ الكل مجروح. كل مجروح. في كولوسي 3:13 بيقول هذه الكلمات: محتملين بعضكم بعضا. قولوا معايا، هنطلع منها كلمتين 3 كده زي ما طلعنا من مزمور 1. قولوا معايا: محتملين. لا ده مش هينفع، ده هعيد الوعظة من الأول. محتملين بعضكم بعضا. الكلمة الثانية: مسامحين بعضكم بعضا. طيب لو كان حد على حد شكوى، اسمع: كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. يعني احتمل، سامح، اغفر، مش كده؟ يقول كمان عدد 14: وعلى جميع هذه، قولوا معايا، قال ايه؟ البسوا المحبة. ما انا ما اقدرش اعمل الكلام ده الا ما اكون لابس ايه؟ المحبة. مش قادر تسامح؟ اعرف ان المؤمن ده قالع القميص بتاع ايه؟ المحبة. قلع الفستان بتاع ايه؟ المحبة. مش لابس جرافطة الايمان. انتوا معايا؟ اوعوا تفكروا دي جرافطة الايمان، لا انا بتكلم كمصطلح. يعني انتوا معايا يا حبايب؟ قولوا امين النهارده. الله بيقول للمؤمن: انت فين؟ انت فين؟ انت في انهي دايره؟ هل انت في الدايره المظبوطه؟ محتمل اخوك، مسامح اخوك؟ هل انت في الدايره دي؟ هل انت قادر توصل للعلاقه دي؟ هل انت قادر تدخل للعمق ده؟ ان كنت قادر تدخل للعمق ده، انت في دائره النمو والعلو والسمو. انا بقول الكلمه اللي عارف: السمو يعني شخص سامي، عالي المقام. ومش بتكلم عن عالي المقام اجتماعيا، ده ممكن ما يكونش ليه مركز اجتماعي ولا حد بيبص له، لكن امام الملكوت السماوي، امام الملائكه وامام الرب، قولوا معايا:
عالي السمو، معروف في الدايرة الروحية، معروف في السماويات. مين يقول امين النهارده؟ محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا. ليه؟ قال لك انت لابس اسمه ايه؟ قولوا معايا، البسوا ايه؟ المحبة. يبقى دايرة السمو مرتبطة بمؤمن عارف كتابه، مؤمن لركب ساجدة، مؤمن بيخدم، مؤمن بيعرف يعمل ايه؟ يغفر ويحتمل ويعمل ايه؟ ويسامح. تخيل معايا مؤمن عايش كده. ايه الجزئية بقى التانية اللي ممكن يبقى كسبانها؟ انا قلت الجزء الاولاني سلوكيات، انتوا معايا؟ طب الجزء التاني مكاسب. ايه المكسب اللي ياخده؟ هقول شوية حاجات صغيرة ونختم. امين؟ ايه بقى هي الحاجات الصغيرة دي؟ تعالوا نطلع مع بعض رومية 12 عدد 19. بيتكلم على دايرة مهمة جدا، وبعدها نطلع كورنثوس الاولى 13 بس ناخد الاول الايه في رومية 12 19. بيقول لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء. ليه؟ قال لان وانت عايش في الدنيا اخوك يضايقك، اختك تتعبك، اختك تضايقك. طب ما بيحصل مشاكل، اعمل ايه؟ قال احتمل. قول معايا، سامح، اغفر. ليه؟ لانك رجل بتخدم الرب، لانك رجل صلاة، لانك رجل بتدرس الكلمة، علاقتك بالله مختلفة عن الاخرين. ايه كمان؟ قال لك هتقدر انك ما تنتقمش، ما يبقاش عندك البغضة والغضب المرتفع اللي لازم اخد حقي. هو مش عارف انا مين ده، انا ممكن يعني اعمل فيه كذا. الله بيقول لك النهارده لا تنتقم، بل اعطوا مكانا. قولوا معايا، اعطوا مكانا لايه؟ للغضب، لانه مكتوب لي النقمة، انا اجازي يقول ايه الرب. ادخل بقى على عدد اصحاح كورنثوس الاولى 13 وشوف المكسب اللي بناخده. عرفنا ان انا ما بنتقمش، عرفنا ان انا احتمل. طب ما انا مش قادر اعمل كده، ليه؟ عارف ليه؟ في كورنثوس الاولى 13 قولوا بصوت عالي الايه دي: اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه، وهذه الثلاثه ولكن اعظمهن المحبه. عارف ليه مش قادر تسامح؟ لان اعظمهن المحبه دي انت قلعت ايه؟ لباسها. مش قال كده البسوا ايه؟ المحبه. تلبسها، تدخل فيها، تدخل فيك، تبقى معجون بيها. لو انت مؤمن في الدايره دي الايمان والرجاء هيشتغلوا. هقول تاني، الايمان وايه؟ والرجاء هيشتغلوا. يعني ايه الايمان والرجاء هيشتغلوا؟ يعني ايمانك هيظهر، ورجائك الداخلي، ايمانك بالله، رجائك فيه، مستوى ابديتك والعلاقه معاه هيظهر. يعني ايه هيظهر؟ يعني هتلاقي الناس تبص عليك وتشاور تقول فعلا ده ابن لله، فعلا ده مؤمن، فعلا ده انسان يعني شخص رائع جدا في دائره ملكوت الله، مؤمن رائع. وتقدر تجيب للمسيح نفوس. يعني تاخد دائرة اسمها السلام، السلام الداخلي. ده المكسب اللي انت هتاخده، السلام الداخلي. انت عارف بيقول في متى 6:14 آية مشهورة ومعروفة: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يعمل ايه؟ يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي، وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ايضا ابوكم ايه؟ السماوي. يعني في العلاقة معاه الله بيقول لك النهاردة أنا عايزك تدخل للعمق الشركة عشان تاخد السلام، تاخد دائرة السلام. هختم بالآية اللي موجودة في يوحنا 24. كلنا عارفين المرأة السامرية لما تقول له أرى أنك نبي. الست دي كانت رائعة على فكرة، كانت فاهمة الكتاب، كانت عارفة جغرافيا كمان، كانت عارفة العهد القديم بيقول ايه، كانت فاهمة. أرى أنك نبي.
ابائنا سجدوا هنا انتوا معايا؟ كملوا معايا. وابائنا احنا وانتم بتسجدوا في اورشليم، هو هنا ولا هناك؟ لكن يرد عليها في عدد 20: اما يسوع فقال لها يا امرأة. قولوا معايا الآية دي: صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. أمال فين؟ هات العدد اللي بعدها. العدد اللي بعدها قالت له: أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص من اليهود. قال لها كده: اسمعوا بقى، ولكن تأتي ساعة، وده اللي أنا عايز أوصل لها، وهي الآن إيه؟ حين ساجدون الحقيقيون يسجدون للآب. قولوا معايا: بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء إيه؟ السجاد. أختم بيها وركز معايا. الله عاوز مؤمن ساجد بالحق. أنتوا معايا؟ الله عاوز مؤمن إيه؟ مؤمن ايه؟ قول معايا: مؤمن ايه؟ ساجد بايه؟ بالحق. طالب بايه يا احبه؟ بالحق. قولوا امين النهارده. يعني ايه مؤمن ساجد بالحق؟ طالب بالحق. يعني مؤمن في دايره العلاقه مع ربنا، عنده في دايره اسمها دايره ايه؟ قولوا معايا: الكتاب المقدس. دايره الحق موجود فيها، دايره الصلاه موجود فيه، دايره الخدمه هو عارف بيعمل ايه. فالمؤمن ده لما يجي يسجد قدام ربنا، الرب شايفه، الرب رأيه، الرب شايفه. قول: يا رب النهارده خليني افهم كلامك. مين يقول امين النهارده؟ اعرف الحق الكتابي، اعرف انت عاوز مني ايه، او اساجد بالروح وايه؟ والحق. دايرة الروح هي دايرة العلاقة الحميمة والقوية مع ربنا. مؤمن ما عندوش الثلاث دوائر الأولانية اللي موجودة في مزمور 1. عارفينهم؟ نقولهم مع بعض ولا عيد الوعظة؟ ها؟ أي قول معايا: مشورة الأشرار. إيه كمان؟ طريق الخطاة. إيه كمان؟ مجلس مستهزئين. ها؟ لو الإنسان ده المؤمن ده عنده الثلاث دوائر دول، وتعالى قول له بقى صلي بالروح وارفع إيدك كده وهيم مع ربنا، عارفة يبص عليك الناس يقولوا إيه؟ ممثل كبير. عشان كده عيون الناس كتير قوي بقت بص على المؤمنين الممثلين، صح؟ ويقول لك: دول يا عم سيبك من المؤمنين، هناخد منهم ايه؟ دول ممثلين كبار. لكن الله بيقول لك النهارده: غمض عينك عن الناس وفتحها على واحد بس، اسمه ايه؟ يسوع. طب لو كنت عشت الفترة اللي فاتت في مجلس مستهزئين وحياتك ملخبطة، طب ما انت عندك فرصة توبة، فرصة علاقة معاه. مين يقول امين يا رب؟ خليني مؤمن في دائرة العلاقة القوية معاك، مؤمن بيقعد معاه الرب، ليه شركة، ليه علاقة، عاوز يخدم الرب بأمانة ويبقى في دائرة الإيمان الحقيقي، يبقى من دائرة الخراف اللي هيقولوا في يوم من الأيام: تعالوا على جهة إيه؟ اليمين، ورثوا الملكوت المعد لمين؟ لأولاد الله. مين يقول أمين النهاردة؟ خلينا نصلي. غمض عينك وصلي. غمض عينك واطلب الرب إلهك. اطلب إلهك وقول له: ساعدني أكون بخدمك صح. قول له كده: لمين ألجأ ولمين ألتجئ؟ وكلام الحياة الأبدية عندك يا رب، ليك المجد والسجود والتعبد. أرجوك دي فرصة تقعد فيها مع إلهك، فرصة يبقى في شركة. يمكن ما بتصليش في البيت، يمكن العلاقة والشركة اللي بينك وبين الرب في البيت معدومة، ومكتفي بحضور الاجتماع والفترة اللي فيها بترنم وتسبح. لكن الرب صالح وإلى الأبد رحمته. خلينا واحنا في روح الصلاة واحنا مغمضين عينينا، أخونا الأخ جرجس وحيد يجي على المنبر هنا ويصلي. ايوه يا رب، قد ايه احنا محتاجين في الايام اللي جايه دي
نخش في عمق شركة جديدة معاك يا رب، نتغير إلى تلك الصورة عينها، لكن مش بفكرنا ولا بقوتنا، لكن بروحك. أنت قلت إنك أنت هتصنع معانا أمر جديد، فالكلام ده بصلي إن احنا الكلام ده ما يطلعش من جوه قلوبنا ولا عقولنا، لكن بروحك القدوس يا رب تكون بتشكل كل واحد فينا. الكلام دوت يا رب يكون بيترك لكل قلب واحد فينا يا رب، كل كمطرقة تكون بتشكل فينا في كل أواني فينا يا رب، بتصنع منا أواني جديدة نافعة للسيد يا رب. مش بقوتنا ولا بفكرنا هنقدر نعمل كده، لكن حط يدك علينا وشكل يا رب أيها الفخار الأعظم. احنا كالخزف بين يديك، عود واصنع فينا يا رب أمرا عظيم وأمرا جديد يا رب. اجعل شعبك يا رب وغنم مرعاك يصنعوا مشيئتك، يسمعوا صوتك ويعملوا اللي انت عايزه، مش احنا اللي عايزينه يا رب. السنة الجديدة يا رب نقول لك يا رب لتكن مشيئتك بجد، حسب ما كما في السماء كذلك على الأرض. كن بنصنع دايما كل ما يحسن في عينيك يا رب، ما نكونش عايشين كده هباء لنفسنا يا رب ولذواتنا، لكن بجد يا رب نصنع مشيئتك، نعمل عملك ونهتم بيه. ما يكونش مجرد نهضة وقعدة يا رب احنا بنقعدها، لكن يكون ليها تأثير بالروح القدس. ثمار روحك القدوس يا رب اللي اتكلم عليها أخويا الجسيس عماد، فعلا يا رب مش هيحصل كده إلا بنعيش بالمحبة، وده ثمر من ثمار الروح القدس. فاجعل ثمار روحك يا رب تبان في حياتنا، في تصرفاتنا مع بعضينا، في اسمك يا يسوع بصلي ولك كل المجد. حول المناحة في قلبي بإيديك.
هللويا. عاوزين كده نفرح بالرب. انا مش عايز اوقفكم عشان خاطر التصوير يبقى كويس، خلينا على قد ما نقدر نكون بنسبح الرب. خلينا نقول تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. يستاهل اننا نقف نرنم له ولا لا؟ ممكن نقف نرنم تستاهل اغني لك؟ ونسيب
ده مفرح قلوبنا دايما هو عزي وهو خيري هو في الدنيا نصيري هو في الدنيا نصيبي ومدام يسعنا معانا ما حدش ومدام يسعنا معانا ما حدش علينا يلا تحيي يسوع المالي ونسقف بايدينا ده مفرح قلوبنا بينا ونسينا حوالينا يلا حي رب يلا نحيي ايدينا ده مفرح صاحب الايد القديرة مهما كانت الريح عسيرة هيهديها امين هيهدي الموج العالي ويرسي السفينة هيهدي الموج العالي ويرسي السفينة يلا نحيي يسوع يستاهل يلا نحيي يسوع الملك ونسقف بإيدينا ايه يعني ألم وضيق هيقابلونا قول معايا بينا ايه يعني ألم ده هو أعظم صديق وعينه علينا ده هو أعظم صديق وعينه علينا يلا نحيي يسوع المالي ونسقف بإيدينا ده مفرح ونسيب
امين. هنختم معاكم باخر ترنيمه بتقول مر حبك لينا واشرقت جوانا بوجه المسيح. بقول المرنم الكلمات دي: انشق الحجاب وانفتح لينا باب. عارفين يعني ايه الكلام ده؟ في العهد القديم كان صعب ان هم يدخلوا القدس الاقداس. دي قصه طويله قوي بس انا حابب ادي لمحه عنها. قدس الاقداس دي حضور الله، كان يرمز لحضور الله، كان صعب اي حد يدخل. لكن بموت المسيح على الصليب شق الحجاب وشال كل فواصل ما بيننا ما بين ايه؟ قدس الاقداس اللي هي حضور الله. وعايز يقول لك النهارده انك ما بينك ما بين حضور الله ما فيش حواجز، لكن ينفع تدخل بنفسك، ولا محتاج ان يكون لك وسيط، ولا محتاج يكون لك حد بيوصلك لقدس الاقداس اللي هو الله. لكن محتاج حاجه واحده بس، عارف ايه؟ محتاج انك تكون بتدخل بثقه لعرش النعمه. امين امين. تعالوا نقف. قول مرنم كده: يا أبانا شكرا ليك حبيتنا في ابنك يسوع. يا أبانا حمدا ليك، اقبل محبتنا واقبل حبنا في مين؟ في يسوع. يسوع في الحب. أمين. يا أبانا شكرا ليك حبيتنا في ابنك يسوع. يا أبانا حمدا ليك، اقبل تاني مع بعض. أضاءت علينا أنوار حبك لينا، أضاءت علينا أنوار حبك لينا، أشرقت جوانا بوجه المسيح. يا أبانا شكرا ليك حبيتنا في ابنك يسوع. اليوم صار جديد والأنا أصبح عيد، في حضور المجيد يسوع المسيح. يا أبانا شكرا ليك حبيتنا في ابنك يسوع. لما جاني طلع الليالي وتسبيحك يا حلالي في اسم المسيح. يا شكرا شكرا. الأنوار هلا والظلام ولا، والروح فينا علم. يلا اضربوا مجد، اديوا مجد. شكرا شكرا. يا أبانا شكرا ليك حبيتنا في ابنك يسوع. حمد والروح. يا أبانا حمدا. العز الإله مجد مجد بالعز الإلهي، مجد الرب الباهي، مجد يلي انت لاهي عن حب المسيح. شكرا شكرا. كنز الصلاح فضفينا بأفراح وكوكب الصباح محبوبنا المسيح. قول معايا شكرا. يا
اقبل يا رب حبنا في يسوع المسيح. انشق الحجاب وانفتح، انشق الحجاب وانفتح تاني، انشق الحجاب، انشق الحجاب وانفتح لينا باب، انشق الحجاب وانفتح لينا باب، ناحية حضن الآب بالروح المسيح. شكرا شكرا يا أبانا، حمدا حمدا. اسمع صوتكم قولوا معايا. اقبل اقبل حبنا في يسوع، بالعود بالعود والمزمار رقص الابرار، بالعود رقص الابرار وبألسنة من نار شدوا المسيح. يا أبانا شكرا ليك، يا أبانا حمدا ليك، اقبل. يلا رنم عدد الفرح معايا. فرحته جوانا بالقوة، فرحته جوانا بالقوة، رحمته سيعانا لمجيء المسيح. يا أبانا شكرا ليك، يا أبانا حمدا ليك، اقبل حبنا في يسوع. شكرا لرب لأنه عظيم، وقد باركنا بركة ليست بقليلة، رغم أنه حاربنا الشيطان في الأول لكن اتعزينا. مين ما تعزاش؟ طب مين اتعزى؟ هللويا هللويا. شكرا لرب لأنه إلهنا طيب، وشكرا من أجل يعني قناة السامر الصالح. بصلي الرب يباركهم بركة غير عادية، ويبارك الأخ مدحت الأخ إسحاق. بنصلي الرب يديهم بركات في كل عمل وكل مكان يروحوا فيه، ويعوض على كل تعب خير. تعالوا نحيي القناة ونحيي الإخوة تحية كبيرة قوي. آمين. أنا عارف إن مشوارنا طويل شوية وصعب، لكن مش هيحرمونا مرة ومرات. وكمان يعني ممكن كمان في اجتماع السيدات يحصل في مرة كده نجيبهم يصوروا. أمين أمين. يبقى لينا وقت طيب ولينا عمل. كنيسة النعمة الرسولية بمنشية الجبل الأصفر بترحب بقناة السامري الصالح، والرب يديهم بركات غير عادية. مرة تاني بحييهم وبنسقف ليهم سقفة كبيرة جدا. الرب رائع وعظيم. خلينا نقف مع بعض الختام ونختم اجتماعنا. غمض عينك وصلي معايا. غمض عينك واطلب إلهك وقول له أنا محتاج لمسة منك، محتاج قوتك، محتاج سلطانك. في يوم من الأيام كنت شاعر بالضعف، لكن إلهك موجود يقويك. النهاردة بداية غير عادية، النهاردة بداية غير عادية، قوة غير عادية، لمسة غير عادية.
إلهنا الإله القدير يقدر يفيد علينا. الرب مش عاوز مؤمنين ومؤمنات في دائرة النزول والانحطاط والتعب والقلق، لكن عاوز مؤمنين من جوه مشفيين عندهم طاقة للخدمة. إبليس بيحاول يضيع الطاقة دي، لكن إحنا منتصرين في دائرة عمل النعمة. يا رب بشكرك من أجل صوتك الواضح، وشكرا من أجل قناة السامر الصالح، شكرا من أجل أخ مدحت، شكرا من أجل أخ إسحاق. بصلي في اسم جلالك لمسات الروح القدس على حياتهم. بصلي من أجل اجتماع غدا، بصلي من أجل كل كلمة اتقالت. خلينا يا رب نطلع من هنا وإحنا مليانين بمسحة الروح، ونتقابل بكرة في ملء البركة. وأشكرك يا رب لأنك استجبت، ولك كل المجد. واسمعنا عندما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. سلام الرب معكم، امضوا بالسلام.